شُفت بوست امبارح على جروب German speaker على الفيسبوك، واحد منزّله بيقول محتاج حد أو واحدة من ألمانيا من 15 ل30 سَنة علشان يمارس معاها لا مؤاخذة اللغة، علشان هو زهق من ممارسة اللغة مع الناس العواجيز أو الناس الكبار. طيب بُص يا معلم، نصيحة بقى من واحد عايش في ألمانيا، أحسن ممارسة تمارسها في اللغة الألمانية بالذات مع الناس الكبار والعواجيز دول، لإن السن اللي أنت ذكرته ده من 15 ل30 سنة أو ل35 سنة دول هنا شباب، والشباب دول معظمهم بيتكلموا بلغة الشارع، اللي هم أصلًا يعني أنت لو هتتعلم لغة مش هتعرف تتعلم لغة منهم خالص، يا ماخ وألتر وما أعرفش إيه وبس ومش أكتر، هي ديّة اللغة بتاعة الشارع بتاعتهم. إنما كون إن أنت تتعلم لغة وتتكلم سبونتان في الألماني، فأنت لازم تتعامل مع ناس كبيرة وناس عواجيز فعلًا. ليه بقى تتعامل مع ناس كبيرة وناس عواجيز؟ لإنهم أولًا مش هيدخّلوا إنجليزي في الكلام خالص زي الشباب الصغير، ده أولًا. ثانيًا بيبقوا كويسين جدًا في الكلام، وبتعرف إن أنت مخارج حروفهم ومخارج الكلام، وبيتكلموا بالراحة وبيتكلموا ببطء، فأنت بتبقى عارف هُم بيقولوا إيه بالضبط، بتبقى عارف بالضبط هُم بيقولوا وفي نطاق وسياق الحديث يعني. ثالثًا بقى وده الأهم، كون إن أنت بتتكلم معاهم ولمّا بتغلط هُم بيصححوا لك، ولو غلطت في جراماتيك هُم بيصححوا لك، وبيعرفوك كل حاجة بالتفصيل جوّه اللغة في الحياة العامة. طبعًا مش كلّهم إن هم يحبّوا إن هم يتعاملوا مع أجانب أو كده، ومش كلّهم عندهم طولة البال إن هو يقعد مع أجنبي ويعلّمه لغة، ولكن هو مش بيعلّمك لغة ولا أنت قاعد معاه عشان تتعلّم لغة مثلًا زي ما أنت بتاخد في كورس، لأ، أنت بتمارس معاه لا مؤاخذة زي ما أنت عايز اللغة، وأفضل حد فعلًا تتعامل معاه جوّه ألمانيا هم الناس الكبيرة علشان تعرف تاخد منهم لغة، وتعرف تاخد منهم جُمل كاملة، ويصحّح لك جراماتيك كمان أحيانًا في بعض الأحيان، ويعلّمك كلمات جديدة، وهيبقى الكلام بالنسبة لك deutlich خالص، واضح ومفهوم، وهتعرف إن أنت تتعامل معاهم بصفة كويسة كده وبإريحية خالص وهيفهموك وأنت تفهمهم وكل حاجة. بس وزي ما بيقولوا يا معلم يعني الدهن في العتاقي، فأنت دوّر بإذن الله أمّا تيجي إن شاء الله ألمانيا، ما أعرفش أنت في مصر والّا هنا، في ألمانيا بس أنت دوّر على ناس كبيرة علشان تعرف تمارس معاها زي ما أنت بتقول اللغة في الأول، والموضوع يعني إن شاء الله هيبقى معاك كويس بإذن الله. بالتوفيق.